مشكلة كبيرة واجهتنا في كمية الظفر اللي اشتريناها. أخذنا تقريبا 300 كيلو ظفر وطلع فيها لحم مرة قوي، تعبتنا. وبقول لكم كيف حلينا هذه المشكلة. أول شيء غمرناها في الموية عشان تخف معانا اللحوم تبدأ تلين، وبعدها قلت لازم أبذل قصارى جهدي، فرحت محلات العطارة وقعدت اكتشفت انه القرنفل فيه انواع ودرجات، ريحة قوية وريحة خفيفة، والهيل كذلك. فرحت اشتريت افضل نوع هيل، افضل نوع قرنفل، واخذت قهوة سوداء عشان كذا ريحتها تكون قوية مرة. وطبعا اخذت مخزون كبير لاني انا عارف انه راح نستهلك الفرش، القلفزات، الصابون. وبدينا مرحلة التنظيف. الله لا يوريكم في هذه المرحلة كيف الريحة فظيعة، كتمتنا بشكل مو طبيعي، لأن ريحة اللحم زفرة البحر شيء لا يطاق صراحة. فقلنا يلا يعني بنسوي كل اللي نقدر عليه. أخذنا غمرناها في الموية، بعدها حطينا عليها بيكربونات عشان تخفف شوي من الريحة، وتخفف من اللحوم، وتخفف من ثقل اللحوم اللي في الظفر. وبعدها اضطرينا نستخدم كحول برضو، قلنا عشان الريحة تخف، لأنه الريحة صار مو طبيعي. المصنع صارت ريحته لا تطاق، مو قادرين. جمعناهم في اسطول زي كذا وحطينا عليهم كحول. بعدها برضو شفتوا الخشب هذا الصغير، هذا بذرة الليمون عشان برضو تعطينا ريحة فوحان الليمون، وهيل وقهوة سوداء وقرنفل طبعا طحناها وحطينا معاه صابون. بعد الحك والتنظيف هذا كله وبدينا نطبخها على النار. طبعا كل شوية نغير الفرش للعمال، كل شوية نروح للعمال غيروا الفرشة، لأنه ما نبغى اللحم ينتقل بين الفرش. فاستهلك منا وقت وجهد مرة طويل. ونتأكد أنه كل حبة تحت الموية نغمرها تحت الموية عشان نتأكد أنه ما فيها أي بياض أو أي ريحة. طبعا هذا التايد صراحة أنقذنا. وكمية القفزات ما أحكي لكم، كل شوية تتقطع وتخضر مع العمال. الحمد لله خلصنا الكمية بالكامل. بعدها بدينا ننشرها زي كذا عشان تبدأ تتهوى بشكل طبيعي. وبعدها دخلناها الفرن. طبعا لما ندخلها الفرن لازم تكون بشكل مستوي تماما. وهنا وصلت الزيوت اللي انتم تشوفونها ترى قيمتها 296 ألف ريال سعودي. طبعا زعفران سوبر نقيل. لازم نجهز كمية الزيوت اللي راح نغمر فيها الظفر بعد ما نطلعه من الفرن. دخلناه الفرن لازم يفرقع معانا ويصير باللون الأحمر هذا، وبعدها نغمره في الزيوت العطرية الفاخرة. طبعا لأنه احنا اشتغلنا واجتهدنا. شوفوا ما شاء الله خيوط الزعفران كيف جاية على الظفر، تفتح النفس. كيف نختبر انه شغلنا ممتاز؟ اول شيء الظفر تصير ريحته فواحة تهبل، لأنه في زيوت عطرية وفي زعفران سوبر نقيل، فيعطينا تخميرة عجيبة للظفر. الصراحة في هذه المرحلة انكتمنا مرة، فجبنا الماسكات لي وللعمال عشان نبدأ نشتغل وما تكتمنا الروايح، لأنه خلاص انخنقنا من كثر ما نشتغل في الفرن، لأنه الفرن ياخذ كميات قليلة وإحنا عندنا 300 كيلو. المهم طلعناها كذا عشان نختبر جودتها ونتأكد أنه الظفر ممتاز. لازم نكسره بيدنا ونشوف كيف. شوفوا كيف متغلغل الزيوت بكل مكان. هنا صارت الكمية عندنا كلها. بعدها رحنا اشترينا الطاحون الجديد وبدينا نطحن في أنعم شيء في الطاحونة. طبعا هنا بعد الطحن شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كيف كمية